على سلامتكم الناس الكل. اليوم دبارتنا محشي اللي هو محشي الخروف. قضيت قضية خفيفة اللي كما قاعدين تشوفوا المقدونس السلك الخضرة وما تبعها وحاجات أخرى من التركي وطريف عنب وفلفل أخضر واليوغورت هذاك بنين برشا. وتوا نبدو باش نقصوا اللحمات والمقدونس. عملت الكلوة، قصيتها بتاع الخروف، الكبدة وطريف اللحم. نقص جويد عملت ربطة معدنوس وربطة سلك وربطة بصل. ننظفهم ونقصهم جويدين باش يجوني كيما نقول فيهم يعطوا طعم بنينة ويعطوا منظر جميل زادة في المحشي. وزوز روس ثوم كبار كما قاعدين نشوفوا. هذا الثوم بتاعنا هنا في ألمانيا. نقص جويد رقيق برشا. نحاول ديما نرقق اي حاجه نرققها باش يجي تعمل لي هيك المنظر، هيك الجوده المحلاها كما قاعدين نشوف في الصحن تو كيما باش نحطه في صحفه كبيره. وش نضيف البصل والمعدنوس والسلك ونضيف هذاك القطايع نقولوا بتاع اللحم اللي قصيته، و3 مغارف كبار طماطم حكه، ومغرفتين بزار، ومغرفتين كركم، ومغرفتين كبار ملح، والزيت. راكم تنسوا الزيت وتحركوا بالطريقة هذه. أنا نخليها حكاية 20 دقيقة 25 دقيقة باش هذاك نقولوا احنا المكونات تاخذ تعطي المفعول متاعها وشد بعضها. والروز راني غسلته بالباهي وديما نستعمل في الروز البسمتي. كيما قاعدين تشوفوا ديما نعمل فيهم أنا هذه بالطريقة هذه باش الشحمة متاع البطن الخروف نعبيها مليح وبطريقة سهلة برشا. الخيط متاع الخياطة متاع السهل هذاك العادي اللي نخيطوا بيه نلف بيه، وبعدين راهي يتنحالي بسهولة. نشد الخيط من طرفه ونجبد الفوق يتجبد كله يتنحى الكل. تبقى لي كان الحشوة الحاجة المحشية من داخل يعني بسهولة يتنحى، ما تخافوش منه. ونلف بالطريقة هذه نجبد يمين ويسار ونسكر عليه تسكيرة واحدة، ومن بعد نلف بيديا ونحاول بالخيط كذلك كيما قاعدين تشوفوا. نلف بالطريقه هذه راهي سهله برشا. طريقتي مهناش ما اسهل منها ومهناش ما احلى منها. شنو الحاجه اللي تبنن برشا المحشي؟ ديما نعمل هذيك الرشه الخفيفه متاع النعناع الشايح، راهي طعمه ولا اروع. وديما نعمل في مغرفتين صغار من الهريسه العربي، الهريسه متاعنا العربي ذيك المصنوعه الدياريه بنينه برشا تبنن المحشي. انا ديما نحبها محرحره، على غالب التوانسه ناكلو كان في الحاجه الحاره. وكذلك المصارن متاع الخروف ننظفهم مليح اللي كيما قاعدين تشوفوا سبحان الله. اللي تشوفوا البيوضيه هذيك تحس كي تحط صبعك في من داخل في المصران، يعني تشوفي يعني مش يعني نظيف ما شاء الله، نظيف ننظفه على قاعده. نحب ديما ماذا بيا حاجتي كي ناكلها نظيفه ومتاكده منها يعني على ايديا. نحشيهم بالباهي والباقي هذاك باش نزيده في مصران اخر نحشيه الكل بالطريقه هذه وبسهوله. راني يعني من الحكايه في قالب بعضها ساعتين ما كملت حشيته ما كملت خيطته كان كملت كل شيء. اليوم باش نعمل لكم الجزء الاول متاع الحشو متاع المصارن وهذيك الشحمه متاع بطن الخروف. الفيديو الاول يعني كيما الجزء الاول باش نعمل لكم فيديو الثاني متاع كسكسي يعمل 66 كيف بالمحشي التونسي جزائري المغربي كلكم تاكلوا. نعرف المحشي مشيت للمغرب وشفت يعني ما شاء الله عيال طيبة بسم الله ما شاء الله. الجزائر ما زلت ما مشيتش، ان شاء الله نزورها. اما المغرب مشيت لها بصراحة وعجبتني برشا، وعجبتني الماكلة متاعها الطبيسة، عجبتني ذاك الطاجين مذنة. ومشيت عند اصحابنا مغاربة يعني طيبين برشا بصراحة، قاموا بالواجب معنا بارك الله فيهم. مشيت الفاس نسلم على ناس فاس الكل. وطوا كيما قاعدين نشوفوا نحاول باش نمرق هذاك الخيط في اليبرة. اصعب مرحله بالنسبه لي خطرني ندخل بعضي وما نعرفش تقولش عليه معاش نجم نشوف ولا مش عارفه حاسين. نحاول باش نمرقه في اليبرة باش نبدا نكمل نخيط لي مازال لي من الحشو. راني ما خيطتش كله
اللقطة الأخيرة راني ما خيطتش الكل، راني خيطت جزء بسيط، البلاصة اللي نلقاها كبيرة برشا يعني ما تمشي كان بالخيط. راني ساعات كي نحب نعمل محشي حاجة خفيفة يعني بطريقة سهلة، شنية الحاجة اللي نستعملها؟ حاجة بسيطة برشا. تبعوا الفيديو، تبعوا الأخير، تشوفوه بسهولة. حاجة سهلة برشا وما تشدش ليد بصراحة. بالطريقة هذه نخيطه ونوسع معاه بالي. تبعوا معايا لاخر الفيديو ما تندموش. هي الحاجة اللي قلت لكم عليها، اللي هي العوادن هذوكم، اللوح الرقاق هذوكم، راه تسكروا بهم المحشي عن ضمانتي، عادي جدا. ما مستحيل يتحللكم كي تحطوه يطيب، مستحيل يتحللكم جيست كي تحطوه يطيب. لازم يتنقب بالباهي يعني باليبرة هيك، تنقبوه بالباهي في اليبرة. تشوفوها جيست هذه في الفيديو. ونخيط بسهولة. قلت لكم كلا بلايص الكبيرة نحسها بلايص كبيرة. هكا بالطريقة هذه ننقب شوي 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 في البلايص كل ما ضبيه باليبرة باش ما يتحلليش من بعد في الطياب. صح عليكم الناس الكل، واللي ما اشتركش في القناة يشتركوا.